ازيكم يا جماعة؟ النهاردة فيديو تطبيقي على الفيديو اللي عملناه المرة اللي فاتت. وهو ازاي نستخدم الاي دي ليفل والكلاس ليفل في الستايلينج بتاعنا. فالنهاردة هنشرح على بريكس ونشوف ازاي نقدر نستخدم الميثود دي والميثود دي بالطريقتين. فيلا نشوف على طول. انا عندي هنا صفحة بريكس فاضية. كل اللي هعمله زي ما عملنا في الفيديو اللي فات، هنعمل جريد هنعمل فيها كاردز ونشوف الستايلينج بتاع الكاردز هيمشي ازاي. طيب اول حاجة انا هعملها هحط سيكشن. عندي هنا سيكشن اتحط جوه كونتينر. فكل اللي هعمله انا عايز الكونتينر الاول يبقى جريد، مش هستخدم الفليكس. فانا هستخدم جريد هنا، والجاب بتاعتي هقول ان هي 2 رم. التمبلت كولوم، طبعا الفيديو ده مش على الجريد فاحنا هنفوكس اكتر على الكاردز بتاعتنا. خليه 4. تمام كده احنا عندنا 4 جريد هنستخدم جواهم الكاردز بتاعنا. فهنحط ديف، وده هيكون الرابر بتاعنا اللي هيكون جواه الصورة. هنحط دلوقتي element image. فين الايمج اهي؟ وتحت الايمج محتاج ان انا احط div تاني، او ممكن نخليه بلوك. يعني انا اقول لكم حاجه، خليها بلوك. الفرق بين الديف والبلوك ان البلوك دايما بياخد الفول ويتس، لكن الديف محتاج ان انت تعمل له ستايلينج تاني. فخلينا على طول نحط البلوك. هيبقى جواه ايمج، ادي الايمج، وفي تحتها بلوك تاني هيبقى جواه هيدنج وجواه خليه بيزك تكست. ماشي، تعالوا نرتبهم بقى هنا كده في الهيراركي. هنا عندنا الايمج، تحتها بلوك وجواهم الهيدنج والتكست ده. بس كده كلهم في مكان واحد. تعالوا نحط صورة، نختار أي صورة من هنا من على الويب سايت. دي حاجات ستوك اهو. طيب هنا دلوقتي عندنا الكارد بتاعنا. طبعا لسه محتاجين نعمل شوية بادنج هنا في مسافة هنا. شايفها ان هي كبيرة او انا مش محتاجها. فأي حاجة هعملها دلوقتي في البيلدر في الجزئية اللي قدامي دي اي دي ليفل على طول. انا شايف هنا ايه اللي مكتوب، هتلاقي الاي دي هو اللي مكتوب بتاع اي سيكشن او اي كونتينر من الحاجات اللي موجودة قدامنا دي. فأي حاجة هعملها هنا هتسمع في الاي دي ليفل على طول. فخلينا الأول نشوف الاستراكشر بتاعنا والمسميات اللي هنعملها للكلاسز. فأولا احنا هنا خلينا نسمي ده كارد عشان بس ايه نبقى شايفين الدنيا عاملة ازاي. هنا الايمج مش هقول عليها حاجة. البلوك ده هنسميه الكونتنت رابر. تمام، بعد كده جواه هيدنج وجواه البيزك تكست بتاعنا. فخلينا مثلا نقول ان الكارد هنا احنا هنديله كلاس اسمه كارد. فهاجي هنا هدوس كده وهكتب كارد وادوس انتر. كده بقى في كلاس اتعملت اسمها كارد، وكده هي ابلايد ان انا هشتغل عليها. لو انا عايز اشيلها يا اما بدوس الاكس دي يا اما بدوس عليها من هنا كده. كده انا هشتغل في الاي دي ليفل، كده انا هشتغل في الكلاس ليفل. تمام، خلينا نعمل الكلاسز كلها الأول. أنا محتاج هنا بس أكتب card content wrapper، وهنا ال elements اللي جواه نفس الاسم برضو card content wrapper underscore. ممكن نسميها title بدل heading ونخلي ده title برضو. وده text بس مش حاجة تانية. التكست برضو هنديله كلاس. هنكتب content wrapper text اهو.
كده احنا خلصنا المسميات او التسميات وان احنا نعمل الكلاسز بتاعتنا. فتعالوا بقى نشتغل. هنا هاجي على الكونتنت رابر زي ما اتفقنا. انا عايز اعمل بادنج يمين وشمال، وبعدين انا ما كنتش حابب الحتة دي، فانا عايز الزقهم في بعض. فيبقى في الكارد هنا هشيل اهم حاجة، بس نتأكد ان الكلاس هي اللي مفتوحة. في الكارد انا مش عايز الرو جاب اللي هي دي، فاعملها 0 كده. تمام. هتلاقي في بريكس احسن حاجة ان هو بيوريك الحاجات اللي معمول عليها edit. فلو انا مش عايز دي مثلا، مش همسح الزيرو، كل اللي هعمله هاجي هنا وادوس اكس، خلاص رجعها لي زي ما كانت. فهكتب 0 وهاجي على الكونتنت رابر. عايز ان انا احط بادنج يمين وشمال. خلي دي opposite linked، تبقى 1 rem او 2 rem، يعني كده صغيرة قوي. تمام. يعني ما علينا من التكست دلوقتي والستايلينج بتاعه. طيب احنا محتاجين يبقى فيه بوردر عشان نشوف الكارد بتاعنا. هنيجي برضو هنا على الستايلينج وهنيجي على البوردر. ممكن نعمل له width 1 بيكسل على كله، ونغير الكالر بتاعه ونخليه اسود مثلا. الستايل solid بس كده. كده دوسنا في حتة تانية. تمام. البوردر باين. هو انا مش بعمل ستايلينج كامل، احنا بس عايزين نشوف الكارد بتاعنا عامل ازاي. احنا كده خلصنا الكارد بتاعنا والستايلينج بتاعه وكل حاجة. كل اللي انا محتاج اعمله بقى دلوقتي ان انا اعمل دوبليكيت كده، وبرضو تاني دوبليكيت تاني. كل ده هيتغير لو انا غيرت الكارت الاولاني. فلو جينا هنا عند الكارت الاولاني وقلنا مثلا هفتحه هنا وهقول التايتل بتاعه، عايز اغير اللون بتاعه، متأكد برضو ان الستايل مفتوح. وهنشوف دلوقتي الفرق بين الاي دي والستايل. انا دلوقتي هشتغل على الكلاس، قصدي مش الستايل. هشتغل على الكلاس. هفتح كده الستايل بتاعه وهاجي على التايبوجرافي وهغير اللون. يبقى مثلا اي حاجة هنا اهو، كله اتغير مع بعض. طيب لو انا شلت الكلاس كده وقررت ان انا برضو في التايبوجرافي هغير اللون، بص كده الاي دي بيغير الكارد ده بس مش بيغير كل حاجة. فده الفرق ما بين الاي دي والكلاس. احنا في الكلاس بنستخدم بالتارجت كل حاجة واخدة نفس الكلاس ده. فخلينا نشيل كده تاني الحاجات اللي حطيناها هنا ونفتح الكلاس بتاعنا. حتى لو جينا نعمل دوبليكيت لأي رقم، خلاص احنا عرفنا هو مهما حصل هو كل الكاردز هتبقى واخدة نفس الستايلينج ده. طيب في حاجة تانية مهمة جدا فيها ان احنا نستخدم الكلاس، لان احنا اصلا مش هنعرف نستخدم الاي دي. حاجة زي ايه مثلا؟ عندي دلوقتي كاستم بوست تايب موجود جواه زي البلوجز مثلا. لو احنا قلنا عندنا 10 20 30 اي رقم من البلوجز، وقلنا ان احنا بنجيب الكونتنت ده دايناميك، والكارد ده بيتعمل له لوب. مش انا بحطهم كده، لا هو لوب بيحصل على كل الايتمز اللي موجودة جوه الكاستم بوست تايب او البوست تايب ده، وبتطلع لي الكاردز دي. فلازم طبعا استخدم كلاس. وهنشوف ده في الفيديو الجاي، وهيكون فيديو قوي جدا لان احنا هنشوف ازاي بقى تأثير الكويري لوب والستايلينج بتاع الكلاسز جوه الكلام ده كله، وازاي ان احنا نعمل كارد واحد بس ويطلع لنا كل حاجة موجودة في البوست تايب بتاعنا. فأتمنى الفيديو يكون مفيد، وأشوفكم الفيديو الجاي.